السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى جبت لكم السمك البلدي الجميل بتاعنا. ازاي تعرفي السمك البلدي من السمك المزارع؟ السمك البلدي بتاعنا الجميل اللي هو طالع من البحر وبيبقى صابح وطازة وجميل، اللي هو السمك الصغنن اهو. يا جماعة، ده السمك الصغنن بتاعنا اللي هو طالع من البحر على طول بيبقى صابح. يعني مش متربي في البانيوهات ولا في الحمامات السباحة الصغيرة، ده متربي في البحور، يعني صابح وجاي من البحر على طول اهو. ده السمك البلدي بتاعنا، ده بيصطادوه صغنن كده، الناس بتحب تجيبه صغير كده وتاكله علشان اللي بيبقى صابح وبلدي. لكن الكبير اللي هو عامل احجام، يعني عامله الواحده السمكيه نص كيلو وعامله كيلو، ده مش بيبقى بلدي. ليه بقى مش بيبقى بلدي؟ لانه متربي في البانيوهات وفي الاحواض وكده، وبياكل الحاجات الفراخ، اي فراخ ميته، اي ابتدى هو اعشاب، اي ابتدى هو قولوا معايا ابتدى هو اعلاف، وبياكل اعلاف. علشان كده طعمه مش بيبقى مسكر، اللي هو السمك اللي هو اللي المزارع مش بيبقى مسكر، ولونه كده بيبقى ابيض فاتح، بيبقى فاتح كده ولونه مبيض. لكن السمك الجميل ده البلدي بتاعنا بيبقى لونه غامق كده، ده بيبقى البلدي، بيبقى بلدي وطعمه جميل جدا وبيبقى صابح كده وجميل. لان ده البلدي بتاعنا اللي احنا متعودين عليه، يعني صابح جاي من البحر على طول. لا عندك بتشتريه وتاكليه على طول، بيبقى صغنن كده، يعني الكيلو بيبقى عامل 20 25 جنيه. لكن اللي هو الكبير اللي هو عامل اوزان، اللي هو سمك المزارع، ده بيبقى عامل الكيلو 50 جنيه، لا 100 جنيه وخمسين جنيه، برضو بيبقى اكبر من دوت بشويه. وممكن الواحده لو عامله نص كيلو او عامله كيلو بيبقى عامل مثلا 70 80 جنيه الكيلو. لكن ده انا عرفتكم بقى الفرق بين السمك المزارع والسمك اللي هو البلدي. لكن يا حبايبي، ده السمك البلدي بتاعنا الصغنن ده بيبقى جميل، بيتهيأ لكم ان هو ناشف كده، بيبقى صغنن كده بس بيبقى الاقبال عليه كتير، برضو الناس بتحبه علشان بيبقى بلدي، شايفين بقى؟ وفي احجام صغنونه تاني برضو. فده السمك البلدي الجميل اللي احنا كلنا متعودين عليه، يعني احنا عندنا في الصعيد وكده متعودين على السمك الصغنن ده لان بيبقى بلدي. وانتوا عارفين طبعا احنا عندنا البحور بتاعتنا، فعلشان كده بنحب السمك دوت، بيبقى بلدي كده وصابح وجميل. بسم الله ما شاء الله، كلنا بنحب السمك البلدي الصابح الطازه، اللي هو لسه خارج يا دوبك من البحر كده، وبنصطاده وبناكله على طول. يعني بيجيبوا الصياد، او يا دوبك ما بيلف بيه لفتين كده في البلد، الدنيا كلها الناس كلها بتحب ان هي تاخده وتشتريه، لانه هو صابح ويبقى بلدي كده وجميل. طبعا لو واحده عامله كيلو ولا عامله نص كيلو او عامله احجام، بتعرفوا يا جماعه ان دوت مش بيبقى بلدي. ده مش بيبقى بلد، بيبقى ايه بقى؟ بيبقى بتاع مزارع، يعني بيبقى ابتدى هو سمك مزارع، مش بيبقى مسكر ومش عليه اقبال كتير. ادي بقى يا جماعه عرفتكم الفرق بين السمك البلدي وسمك المزارع. اتمنى الفيديو يعجبكم، ما ننساش التعليق الحلو، فضلا وليس امرا، واشتراك في القناه عشان يوصل لكم مننا كل جديد. وانتوا عارفين طبعا ان انا بجيب لكم كل جديد عندي في قناتي علشان الكل يستفيد.